السلام. في الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا في إطار قانون الالتزامات والعقود. الموضوع الأول بعنوان مفهوم الالتزام وأصنافه، يعني ماذا نقصد بالالتزام وأشنو هي الأصناف ديالو. إذن فالالتزام نقصد به هو واحد رابطة قانونية بمقتضاها يجبر أو يلزم شخصا آخر على إعطاء شيء، يعني واحد الشخص كيلزم واحد الشخص آخر يعطيه شي حاجة، أو القيام بعمل، يعني يقوم لي بشي عمل، أو الامتناع عن القيام بعمل، وذلك وفق الشروط المحددة قانونا. يعني إلا لاحظتوا بأن الالتزام فهو واحد الحق شخصي، يعني عندنا الحق الشخصي يكون عندنا جوج الأطراف، واحد كيلزم واحد ولا كيجبرو باش يقوم لي بشي حاجة ولا يعطيه شي حاجة ولا يمتنع عن القيام بشي حاجة. لكن خاصني تميزوا ما بين الحق الشخصي والحق العيني. فالحق الشخصي هو هذا اللي شفنا دابا، يعني تيكون عندنا جوج الاطراف، والعناصر ديالو تيكونوا ثلاثه. تيكون عندنا الدائن وعندنا المدين وعندنا موضوع الحق. يعني الدائن هو اللي سلف المدين، والمدين خاص يرد ليه داكشي اللي عطاه مثلا. يعني هاد الدائن في هاد الحاله كيقدر يلزم هاد المدين ديالو، حيت هو هنايا بمقتضى الالتزام يقدر يلزمو يقوم لي بشي عمل عوض ما يرد لي داكشي، يعطيه شي حاجه، ولا مثلا يقوم لي بشي عمل مقابل داكشي اللي كان عطاه، ولا يطلب منه يمتنع عن القيام بشي عمل الى غير ذلك. هذا هو الحق الشخصي. وعندنا موضوع الحق، يعني شنو هو الموضوع ديال واش دين واش شي حاجه يعني داكشي علاش التزموا هما بيناتهم. وكاين عندنا الحق العيني. فالحق العيني هو واحد السلطه مباشره كيخولها القانون لشخص معين، كيعطيها لشي شخص معين، يعني على شيء معين. يعني الحق العيني هو سلطه يخولها القانون لشخص على شيء معين. مثلا كحق الملكيه، مثلا القانون كيعطيك مثلا عندك شي دار ديالك، كيعطيك انت واحد السلطه على ديك الدار ديالك. اش يمكن لك دير بها؟ يمكن لك تقوم بالبيع ديالها ولا تكريها ولا تسكن فيها، يعني عندك السلطه، يمكن لك دير جميع التصرفات فيها. يعني عندك سلطه الاستغلال والاستعمال والانتفاع ولا اي حاجه، ولا عندك شي ارض يمكن لك تبيعها ولا تكريها ولا تزرع فيها شي حاجه الى غير ذلك. يعني هناك فرق ما بين الحق الشخصي والحق العيني. فالحق الشخصي هو واحد السلطة يمارسها شخص اتجاه شخص آخر، يعني شخص كيمارسها على شخص آخر. أما الحق العيني فهو سلطة كيمارسها شخص على شيء معين، ماشي على شخص، لا غير شيء. يعني بحال الملكيه، واحد عنده حق، عنده واحد السلطه على الملكيه ديال ديك الدار اللي عنده، ولا عنده مثلا طوموبيل الى غير ذلك، فهنا يستعملها كيف ما بغى. مثلا يبيعها ولا يكريها ولا يتصرف فيها ولا اي حاجه، يعني كيمارس السلطه على شيء معين. اما الحق الشخصي فهو يمارس سلطه شخص تجاه شخص اخر. هذوما الفروقات. يعني في الالتزام فهو رابطة قانونية بمقتضاها يجبر شخص تجاه شخص آخر. يعني هنا كيكون عندنا دائن ومدين، ماشي بحال الحق العيني ما يكونش عندنا الدائن والمدين، هنا كيكون عندنا دائن ومدين. هذا هو المفهوم ديال الالتزام. وانا شرحت لكم دابا الحق الشخصي وشرحت لكم الحق العيني. اذا ننتقل الان الى تصنيف الالتزامات. فهذا الالتزام راه كيتصنف لجوج ديال الانواع. يعني هناك من حيث المحل ديالو، وهناك من حيث المصدر. يعني شنو هو المصدر ديالو، شنو هو ديك الحاجه اللي خلى هذا الالتزام ينشأ، يعني شنو هو المصدر ديالو. من حيث المحل فهناك الالتزام النقدي والالتزام العيني. فالالتزام النقدي هو الالتزام اللي كيكون الموضوع ديالو نقدا. وهنا النقد ما تنقصدوش به فقط الفلوس، فالنقد هنا كل أداة تستخدم وسيط في انتقال الثروات وتبادلها. يعني أي حاجة، يقدر يكون الفلوس، يقدر يكون الذهب، يقدر يكون أي حاجة، يعني شي حاجة اللي كتستخدم في انتقال الثروات، كتنتقلوا بها الثروات. أما الالتزام العيني فهو الذي لا يكون محله نقدا، يعني ما يكونش المحل ديالو النقد، وإنما يكون محله إعطاء شيء من غير النقود. يعني يقدر يكون التزام بإعطاء شيء، أو الالتزام بالقيام بعمل، أو الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل. يعني هذا الحق، هذا الالتزام العيني تقدر يكون واحد من هاد الثلاثة. نعطيو مثال لكل واحد. الالتزام بإعطاء شيء، يعني نقصد به هنا نقل ملكية شيء أو حق في ذمة المدين إلى ذمة الدائن. يعني مثلا واحد الشخص مثلا سلف، واحد الشخص مثلا عمر سلف زيد شي حاجة. هاد عمر سلفه مثلا واحد 80 مليون مثلا.
هاد زيد ما عندوش كيفاش يرد ليها 80 مليون، ما عندوش فلوس. يعني يمكن يردها له، يعني يعطيها ليه، يعطى شيء، يعني يعطيها ليه مثلا كأرض. إلا عندو شي أرض يقدر يعطيه ديك الأرض، إلا كانت مثلا كتسوى 80 مليون يعطيه أرض، أو لا يعطيه مثلا سيارة ولا شي حاجة بحال هكا. يعني يعطيه شيء من غير النقود. يعني تقدر تكون أي حاجة من غير النقود، كالعقارات مثلا، او الرسومات او المنقولات الى غير ذلك. مثلا الا عنده شي لوحه، كيرسم شي لوحه مثلا كتسوى شي ثمن، يقدر يعطيه ديك اللوحه بلا ما يعطيه الفلوس. عوض هذا عطاه الفلوس، يقدر الاخر يرد ليه ديك الفلوس بقيمه مثلا ديال شي لوحه، او لا يعطيه سياره ولا ارض. يعني الالتزام النقدي يكون المحل ديالو نقد. والنقد هنا كما قلنا هو كل أداة تستخدم وسيط في انتقال الثروات وتبادلها، يعني بحال المال، بحال الذهب إلى غير ذلك. أما الالتزام العيني يكون المحل ديالو من غير النقود، يعني بحال عقارات، منقولات، رسومات إلى غير ذلك. كذلك هذا الالتزام العيني يقدر يكون التزام بالقيام بعمل. يعني هنايا نقصد بأنه يمكن في هذه الحالة قيام المدين بعمل معين لفائدة الدائن. مثلا كما قلت لكم في المثال السابق، مثلا زيد سلف العمر مثلا، سلفه مثلا 6 المليون. هنا عمر ما عندوش كيفاش يرد ليه 6 مليون. هنا يمكن لزيد يطالبه باش يقوم ليه بواحد العمل مقابل هاد 6 مليون. مثلا هاد عمر كيعرف مثلا يصبغ اولا كيبني ولا كيقدر يصايب شي حاجه ديال النجاره الى غير ذلك. يعني يقدر يقول ليه في هذه الحاله، ولا مثلا هو مهندس ولا شي حاجه، يقدر يقول ليه مثلا في هذه الحاله هاد 6 مليون ها انت غادي دير لي واحد العمل مقابل هاد 6 مليون. غيقول لي عمر شنو هو؟ تقول ليه اجي مثلا نصبغ لي الدار. يعني الا صبغ لي الدار كامله واش كتسوى 6 مليون؟ قال لي اييه. مثلا كيتفاهموا، مثلا كيصبغ ليه الدار بلا ما يرد لي 6 مليون، اللي كيقوم لي بواحد العمل مقابل هاد 6 مليون. اولا مثلا كيصايب لي شي حاجه ديال الخشب، ولا مثلا يبني لي شي حاجه، ولا يصايب لي شي تصميم مثلا ديال شي ارض بغى يبنيها الا كان مهندس الى غير ذلك. وقد يكون كذلك الالتزام العيني هو التزام بالامتناع عن القيام بعمل، يعني امساك المدين عن القيام ببعض الاعمال. مثلا بحال دابا شي رب العمل كيقول داك المشغل ديالو راه بلي غيسالي العقد ديال العمل ما تبقاش تجي تخدم عندي. يعني كيتفاهموا في هذه القضيه، يعني ما يبقاش يعاود يجدد معاه العقد. يعني صافي كيوقفوا، تيمتنع، تيقول لي ما تبقاش تخدم عندي. يعني هنا الامتناع عن القيام بعمل مقابل داك الشيء اللي كان عطاه. مثلا الا كنسلفو تيقول لي المهم ها انت مقابل لهذا الشيء ما صافي يسالي هذا العقد ما تبقاش تجي تخدم عندي. ولا مثلا يطلب منه مثلا ما يفتحش شي حانوت ولا شي حاجه مقابل ليه، مثلا يقول لي ما تفتحوش مثلا في هذا الدرب هذا لان غيكون منافس ليه. مثلا يعني كان عنده شي التزام معاه، غيطلب منه مثلا يقول لي ما تفتحش هذا الحانوت في هذا الدرب هذا ولا شي حاجه. يعني هنا يقوم بمنعه من القيام بعمل، لان عليه التزام ويجب على هذا الشخص ان يقوم بتنفيذ هذا الالتزام. كذلك هناك الالتزام المدني والالتزام الطبيعي. فالالتزام المدني هو الالتزام الذي يستطيع فيه الدائن إجبار مدينه على التنفيذ. يعني هنا هذا الالتزام المدني نعطيكم مثال. بحال شي واحد مثلا داروا شي عقد مثلا على شي حاجة باش يبيعوا شراء. في هذه الحالة البائع عطاه الشيء المبيع، سلموا الشيء المبيع، مثلا باع عليه الدار، عطاه الدار، الاخر ما بغاش يعطيه الفلوس. هنا اخل بالتزاماته هذا الشخص. هنا يمكن لهذا البائع يطالب قضائيا باش يعطيه فلوسه. يعني هذا الالتزام المدني فيستطيع من خلاله الدائن أن يجبر مدينه على التنفيذ. يعني كيجبروا بقوة القانون وفي القضاء باش يعطيه 30 مليون باش يقوم بتنفيذ الالتزام. أما الالتزام الطبيعي فنقصد به هو الالتزام الذي لا يمكن أن يكره فيه المدين على تنفيذ هذا الالتزام. يعني المدين ما تيكونش مجبر ومكره على تنفيذ الالتزام. نعطيكم مثال باش تفهموا أكثر. مثلا واحد العقد برمو زيد وعمر، هنا دازت 15 سنة وعمر ما نفذش هذا الالتزام اللي في هذا العقد. هنا ما يمكنش لزيد يجبر عمر على تنفيذ هذا الالتزام. علاش؟ لان دازت عليه مدة التقادم. يعني راك العقد أصبح ما بقاش، لأنه دازت عليه مدة التقادم. يعني تقادم بمرور المدة المقررة للتقادم وهي 15 سنة. يعني ما بقاش عندك العقد. هنا ما يمكنش لزيد يطالب عمر يقول لي بزز منك خاص تنفذ لي هذا العقد ولا يديه للقضاء. هنا وخا يمشي للقضاء ما يربح منه والو، لأن العقد سقط نتيجة التقادم. في هذه الحالة كيبقى عمر
عن طواعية. يعني إلا بغى يخلص ليه وبغى ينفذ داك الالتزام، يعني نشوفوا الموضوع ديالو ديالاش. إلا بغى ينفذ ليه داك الالتزام راه غينفذ ليه من خلال الاختيار ديالو، الطواعية ديالو. ما بغاش راه ما عند زيد ما يصور منه. يعني ما تيكونش هنا الاجبار، هنا كيكون الاجبار. يعني هنا يمكن الشخص مثلا يمشي للقضاء ويجبره باش ينفذ هذا الالتزام، هنا ما كيكونش. كما قلت لكم مثلا بحال المثال ديال التقادم، ان العقد سقط نتيجة التقادم، هنا لا يمكن لزيد ان يجبر ويكره عمرو على تنفيذ هذا الالتزام. اما الصنف الاخر من اصناف الالتزامات من حيث المحل، نجد الالتزام بتحقيق نتيجة أو غاية، والالتزام ببذل عناية أو وسيلة. كي كيسميها نتيجة، كي كيكون غاية، وكل كيكون هنايا عناية، وكل كيقول يعني وسيلة. الالتزام بتحقيق نتيجة، التعريف ديالها يعني هي التي يلتزم بمقتضاها المدين تحقيق غرض معين بذاته وبالشكل المتفق عليه. يعني هذا الالتزام بتحقيق نتيجة يعني كيلتزم من خلالها المدين، يعني الطرف الثاني المدين كيلتزم باش يحقق واحد الغرض، باش يحقق واحد الغاية بداك الشكل اللي متفقين عليه. نعطيكم مثال باش تفهموا مزيان. مثلا مثلا زيد اتفق مع عمرو بنقل بضاعة إلى مكان معين. يعني زيد قال لعمرو غتنقل لي هذه البضاعة إلى هذا المكان. يعني في هذه الحالة خاص هنا عمرو ينقل لي هذه البضاعة بالشكل المتفق عليه. يعني يقول ليه عندك مثلا تهرس هذه البضاعة أو لا تخسر إلى غير ذلك، يعني خاص ينقلها كما اتفقوا ولهذا المكان وهي سالمة. يعني هذا هو المقصود بالالتزام بتحقيق نتيجة، يعني أنه يلتزم بتحقيق غرض معين بالشكل الذي تم الاتفاق عليه. نعطي مثال آخر، مثلا بحال شخص كيتفق مع شي واحد باش ينقلوا لشي مكان آخر. هنا يجب على هذا الشخص يعني الناقل أن يوصله كما اتفق عليه، يعني يوصلوا ما في لا أضرار لا والو، يعني يوصلوا بخير وعلى خير، يكون سالم هنا، باش نكونوا أن الشخص قد نفذ الالتزام ديالو. اما الى وصل داك البضاعه مهرسه، او لا وصل داك الشخص مثلا فيه كسور ولا شي حاجه، مثلا دار به شي كسيده ولا شي حاجه، في هذه الحاله كنقول ان داك الشخص فقد اخل بالتزاماته. هذا هو المقصود بالالتزام بتحقيق نتيجه، يعني خاص داك الملتزم انه يلتزم باش يحقق واحد الغرض معين بالشكل المتفق عليه. أما الالتزام ببذل عناية فنقصد به يعني التزام يتعهد بمقتضاه المدين ببذل العناية الكافية وتسخير الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق غاية محددة أو غاية معينة. نعطيه مثال باش تفهموا أكثر على الالتزام ببذل العناية. فهذا الالتزام ببذل العناية يعني بحال الطبيب اللي كيقوم بتسخير الوسائل وكيدير واحد الجهد كبير باش يشافي لنا المريض، ولا مثلا المحامي يعني كيستعمل مجموعة من القدرات ديالو، كيسخر مجموعة من الإمكانيات والوسائل باش يكسب القضية. فهنا نسميه التزام ببذل العناية وليس بتحقيق نتيجة. يعني ماشي اتفقوا هنا قال لي خص تربح لي القضيه، يقول لي صافي الاخر غنربح حالك، لانه ما ضامنش راسو غيربح ولا لا. ماشي بحال في هذا الاولاني انه غنقول واحد السلعه معينه لواحد المكان، يعني 100% غنقولها بخير، يعني الا اتخذ الاحتياطات غنقولها بخير. ماشي بحال الالتزام ببذل العنايه، مثلا الطبيب بغى يدير لواحد المريض شي عمليه، فهاد القضيه خطيره، يعني تقدر تسبب لي في شي حاجه ويقدر يموت، او لا يقيسوا لي شي حاجه ويموت، او لا ما يستحملش القدره ديال داك الشخص البدنيه على ديك العمليه ويموت. يعني تكون واحد الاحتمال. يعني هناك هنا في هذا الالتزام ببذل العنايه، فهذاك الملتزم يعني المدين كيستعمل جميع الوسائل والامكانيات باش يحاول يبذل واحد العنايه، واحد المجهود باش يحقق واحد الغايه اللي متفق عليها. وباش نميزوا بالالتزام بتحقيق النتيجه والالتزام ببذل العنايه، فكنميزوا من خلال النتيجه. كنشوفوا ديك النتيجه واش هي يعني فيها شك انها غادي تقدر تتحقق او لا، يعني مضمونه غادي تتحقق. الا كانت غير محتمله، يعني مؤكده انها غادي تتحقق، تنكون امام التزام بتحقيق نتيجه. الا كانت محتمله يعني غير مؤكده، فتنكون امام الالتزام ببذل العنايه. يعني عاود، الا كانت ديك النتيجه مؤكده،
يعني غير احتماليه مؤكده. انا مثلا غتجيب لي انت نقول لك شحال تقول لك صافي يكون هاني غادي توصل بخير وعلى خير، يعني مؤكده. فهنا نكون امام التزام بتحقيق نتيجه. اما اذا كانت تلك النتيجه اللي غادي نوصلوا ليها كانت احتماليه، يعني فيها احتمال، فيها شك، مثلا المحامي تيقول لك نقدروا نربحوا نقدروا ما نربحوش، الطبيب يقول لك مثلا يقدر يتشافى يقدر ما يتشافاش، يعني هنا كاين احتماليه وهناك شك، هنا نكون امام الالتزام ببذل العنايه. يعني هذا هو تصنيف الالتزامات من حيث المحل. الآن نمر إلى من حيث المصدر ديالها. إذا تصنيف الالتزامات من حيث مصدرها، يعني فأن الالتزامات تصنف من حيث مصدرها إلى خمس: هناك العقد وشبه العقد أو يطلق عليه بالإطراء بلا سبب، وهناك الجريمة، وهناك شبه الجريمة، يعني هادو بجوج كيتسموا عمل غير مشروع وهذه كتسمى بالمسؤولية التقصيرية، وهناك الإرادة المنفردة. فالعقد يعني هو مصدر من مصادر إنشاء أو نشوء الالتزام، يعني أن الالتزام يقدر ينشأ لنا عن طريق العقد ولا واحد من هادو. فالعقد نقصد به هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يعني نعطيو مثال باش تفهموا أكثر. بحال دابا واحد الشخص تبيع وتشرى، يعني هناك عندنا عقد بيع، تبيع وتشرى مع واحد الإنسان، أعطاه الشيء المبيع، هذاك الاخر اش خاص يعطيه الثمن ديال هاد الشيء المبيع. يعني هذا الشخص عنده التزام، خاص يلتزم بواحد الشيء، هو خاص يعطيه الثمن، وهذا عنده التزام حتى هو خاصو يعطيه الشيء المبيع، يعني بجوجهم عندهم التزامات. يعني في هذه الالتزامات فقد نشأت عن طريق العقد. هذا هو العقد، يعني العقد كان سبب أو مصدر لنشوء هذا الالتزام. هذا هو المقصود بالعقد، مثلا بحال عقد البيع، عقد الكراء إلى غير ذلك. وعندنا شبه العقد اللي مقصود به هو الإثراء بلا سبب. يعني الإثراء بلا سبب هو مجموعة من المزايا الغير المبررة المحصل عليها من الغير باعتباره مثريا بلا سبب. يعني الفقهاء كيطلقوا عليه اسم الفضولي. نعطيو مثال باش تعرفوا شنو هو الإثراء بلا سبب. بحال شي عائلة مثلا مشات سافرات وجارهم مثلا ديك العائلة طاح ليها الحيط، مشى جارهم هنايا ويبني هذا الحيط اللي طاح ليهم. بلي جات هاد العائله لقات الحيط جديد، يلاه بناه جارهم. في هاد الحاله هاد العائله ما ضربت حتى تماره، ما والو، لقات الحيط مبني. فهنايا حصلات على واحد المزايا مبرره من طرف الغير اللي هو جارهم. يعني هنايا يقع عليه التزام، خاص ترد ليه هاد الشيء اللي باش بنى هاد الحيط هذا. هنايا تنقولوا هذا هو فضولي، يعني مشى بنى ديك الحيط بلا ما يتشاور مع العائله. وفي هذه الحاله اللي كتجي العائله خاص تعطي الفلوس لهاد السيد على حساب هذا الحيط اللي بنى ليها. مثلا بحال عندك شي حساب في البنكه، واحد النهار وقع شي خطا وجاوك مثلا فيه واحد 10 المليون. فهنا هاد 10 المليون انت ما ضربتي عليهم لا تماره لا والو، ماشي ديولك، يعني هي مزايا مبررة محصل عليها من الغير. يعني البنكة وقع لها خطأ وتصرفوا هاد الفلوس جاو للحساب ديالك. هنا يقع عليك التزام، خاص ترد هاد الفلوس للبنكة لأن ماشي ديولك وما ضربتي عليهم لا تمارة لا والو. هذا هو الإطراء بلا سبب، يعني كتولي مثري على حساب الغير، كيولي عندك شي مزية أو مزايا على حساب الغير. يعني ما درتي نتايا والو عليها، ما درتي لا مقابل لا ما خدمتي ما والو، كيجيوك مثلا غير هكا. بحال هاد الأمثلة اللي عطيتكم. عندنا الجريمة يعني كيف كتعرفوا أن الجريمة هي كل عمل مخالف للقانون ومعاقب عليه بمقتضاه. يعني فالجريمة هنا تكون عمدية، ماشي بحال شبه الجريمة تكون غير عمدية. إذا فالجريمة هنا تكون عمدية، بحال إتلاف مملوكات الغير. شي واحد مشى تلف شي مملوكات ديال الغير، في هذه الحالة يقع عليه الالتزام بإرجاع هذه الممتلكات إلى هذا الشخص. مثلا عندنا شبه الجريمة. فشبه الجريمة يعني بحال أو كتسمى بالمسؤولية التقصيرية. يعني شي واحد نظرا لعدم تبصره واحتياطه ألحق ضررا بالغير وغير عمدي، يعني ماشي متعمد وإنما غير عمدي. فالحالة يجب عليه، يقع عليه التزام، وهو تعويض هذا الشخص. مثلا شي واحد عنده شي كلب مثلا، وذاك الكلب تطلق مثلا ويعض شي واحد. في هذه الحالة راه ذاك الكلب ديال مثلا ديال زيد سبب أضرار لعمر، وهنا عمر خاصو تعوض. إذن فزيد يقع عليه التزام، والالتزام هو تعويض عمر عن هذه الجروح التي سببها له هذا الكلب، يعني الكلب ديال زيد. مثلا يعني شي جريمة تكون غير عمدية، المهم ما يكونش متعمد فيها، راه هي المسؤولية التقصيرية وغادي تقراوها في الإسقاط.
الإرادة المنفردة. كيف كتعرفوا بأن الإرادة المنفردة وهي إرادة صادرة عن شخص واحد، يعني كتصدر غير على شخص واحد، ماشي بحال العقد. انما الاراده المنفرده كتصدر غير على شخص واحد. نعطيو مثال باش تفهموا اكثر. مثلا شي واحد توضر ليه شي كلب، داك الكلب غالي، كيمشي وكيدير واحد اللافته ولا واحد الورقه وكيدير موجه الى العموم. اللي لقى هاد الكلب فراه عنده مكافأة ديال 1000 درهم. يعني هنا إرادة صادرة عن شخص واحد وموجهة إلى الكافة، ماشي بحال العقد تيكون العقد معروف مالي، يعني بين جوج الناس أو ثلاثة أو أربعة إلى غير ذلك. فأما الإرادة المنفردة فشخص واحد كتصدر من عنده إرادة، يعني كيخرج تيقول لهم اللي لقى لي مثلا هذا الكلب نعطيه 1000 درهم. يعني أي شخص لقى ذاك الكلب وجابوا ليه، خاص هذا الشخص يقع عليه التزام، وهو إعطاء هذا الثمن لهذا الشخص الذي أتى له بكلبه. يعني في هذه الحالة هذه تتسمى بالإرادة المنفردة، يعني تكون صادرة هي على شخص واحد وموجهة إلى العموم، ماشي بحال العقد يكون محدد الأطراف، يعني تنكونوا عارفين الأطراف ديالو. وكذلك هناك القانون، فالقانون يعتبر مصدرا من مصادر الالتزام. نعطيو مثال باش تفهموا. بحال النفقه، يعني بحال داك الزوج اللي ما بقاش كينفق على الزوجه ديالو لواحد المده مثلا عام او 6 شهور، هي اللي كترفع عليه دعوه ديال النفقه، فالقانون كيلزمو باداء النفقه خلال هذه المده اللي ما كانش كينفق عليها. يعني هنا بقوة القانون، فالقانون يصبح مصدر من مصادر الالتزام، يعني أنه القانون يلزم هذا الشخص بأداء النفقة خلال هذه المدة اللي ما بقاش كينفق عليها، يعني خلال عام أو 6 شهور. يعني هذا هو المقصود بالقانون. إذا إلا لاحظتوا فهذا هو الموضوع ديال مفهوم الالتزام والأصناف ديالو. إذا في الفيديو القادم إن شاء الله غادي ندخلوا إلى العقد والتقسيمات ديال العقد.